تفتكر يا عزيزي الاهلاوي يوم السبت ممكن يتكرر سيناريو السوبر الافريقي تاني؟ ده اللي النهارده ان شاء الله جايين نتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم ونقول اي حاجه نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في سوريا وفلسطين، وما تنساش طبعا تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب. وبسم الله الرحمن الرحيم. من وجهه نظري صعب ومستحيل يتكرر اللي حصل في السوبر الافريقي تاني. ليه؟ علشان خلاص اللعيبه فهمت، والاعلام الاهلاوي او الاشخاص الاهلاويه اللي بيطلعوا في الاعلام فهموا ان هو ماتش الاهلي والزمالك يا جدعان ده ماتش ملوش حسابات. لو الاهلي ضايع او الزمالك ضايع، تيجي في ماتش الاهلي والزمالك مفيش توقعات. انت يعني مثلا ما تتوقعليش مثلا الاهلي يكسب لي 5، الاهلي يكسب لي 4 او الزمالك يكسب. ده مش هيحصل. ماتش الاهلي والزمالك طول عمره مفيش حسابات ومفيش توقع صحيح بيحصل. نادرا قوي اما تتوقع النتيجه وتلاقيها فعلا هي ديت اللي بتظبط معاك. فمن وجهه نظري مستحيل يحصل اللي حصل في السوبر الافريقي. اللعيبه خلاص فهمت، يعني اللعيبه خلاص الوقت بقت عاقله. ايوه احنا جامدين، احنا احسن من نادي الزمالك بكتير، عندنا في كل مركز لعيبه، بس مش هيتكرر تاني اللي حصل في السوبر. خلاص احنا عمرنا ما هنقع في الغلط ده تاني. ده خلاص ده فهمناه. بس هل يعني اللعيبه تمام فهمت واللعيبه مركزه واللعيبه خلاص احنا احسن بس هننزل مركزين وهننزل عايزين نكسب؟ هل انت ممكن تكسب الزمالك سكور؟ ده صعب. لا بقى صعب، هقول لك لا صعب. نادي الزمالك هو عارف ومتاكد ان انت احسن منه، وعارف ومتاكد ان انت مش هتقع في نفس الغلط اللي حصل معاك في السوبر الافريقي. فنادي الزمالك هينزل هو مش عايز حاجه، هو عايز يرخم عليك. لو طلع بتعادل هو كسبان. فنادي الزمالك هينزل يدافع، هيفضل يرخم عليك طول الماتش. حتى لو انت جبت جون في بدايه الماتش الزمالك مش هيهاجمك. يعني انت كنت ممكن تكسب الزمالك امتى سكور؟ لو الزمالك ايوه نازل عايز يكسب، ايوه انا عايز اكسب، انا احسن من النادي الاهلي وشايف ان انا احسن فعايز اكسب. فالماتش هيبقى مفتوح، انت هجمه هو هجمه. فانت ممكن مثلا لو جبت جون، ايوه الزمالك عايز يرد، جبت الثاني جبت الثالث جبت الرابع. انما حاليا انت حتى لو جبت جون الزمالك برضه هيفضل واقف مأمن، واقف مدافع، يلعب بقى على الهجمه المرتده، كره شوطه من نص الملعب دونجا مثلا عشان يعمل نيني ركنيه، غلطه من الدفاع، اي حاجه ممكن تحصل. ممكن الزمالك ايوه يجيب جون. انما غير كده لو انت جبت جون نادي الزمالك هيفضل واقف مأمن، واقف بيدافع، مش عايز يعمل ريسك، مش عايز يطلع بالهجمه. ده من وجهه نظري. ممكن الزمالك يا مستبت تلاقيه عمال يهاجم وهو اللي ضغطك، الله اعلم، بس انا بتكلم من وجهه نظري. فحتى انت لو جبت جون نادي الزمالك برضه هتلاقيه واقف مأمن على امل اللي هو يفضل 1-0، يجيب مثلا التعادل. النتيجه من وجهه نظري ممكن مثلا تخلص 1-0، 2-1، 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. انما 3 و4 و5 و6 ده مستحيل يحصل. وفي طبعا حاجه مهمه، النهارده عيد ميلاد الامو امام عاشور، ال 27 سنه. في سنه و6 شهور تقريبا امام عاشور اخد 6 القاب مع النادي الاهلي، مش متذكر قوي بس هما تقريبا 6. فكل سنه هو طيب. احنا طبعا مش هنحتفل بعيد الميلاد، الاحتفال الحقيقي يوم السبت. يوم السبت امام باذن الله يحتفل بعيد ميلاده ويجيب له جون او 2، الله اعلم. انا قلت لك الماتش مش هيخلص اكتر من 2-0 مثلا، بس ممكن يخلص الله اعلم 3 4 5. بس انا بتكلم من وجهه نظري ان شاء الله امام يجيب له جون ولا حاجه او 2، او يعمل اسيستين حلوين ونحتفل بعيد الميلاد سوا. والثلاثه بونت طبعا يا امه هي التورتايه اللي احنا نحتفل بيها باذن الله. بس يا عزيزي الاهلاوي ده كان فيديو على السريع بتكلم فيه من وجهه نظري ايه اللي ممكن يحصل. وان شاء الله باذن الله يوم الاحد بعد ماتش الاهلي والزمالك هنزل فيديو ان شاء الله، وان شاء الله نكون كسبانين وباداء ان شاء الله حلو، وامام عاشور واسامه ابو علي هيجيبوا باذن الله الاجوان. بس كده، ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. والسلام عليكم.